أهلا وسهلا بكم في القناة. خبري لهذا اليوم غريب وطريف في نفس الوقت. فقد قامت مفتشية التربية بالقيام بإجراء مراقبة دورية وتفتيش دوري على كل المؤسسات التربوية. وللأسف فقد وجدت في إحدى ثانويات بالجزائر هذه الفيرما التي قام ببنائها أو تصميمها إن صح التعبير أحد عمال التربية في هذه المؤسسة، وقد تم تربية فيها الدجاج كما تلاحظون. يعني وهذا الخبر قد لاقى رواجا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد لاقوا استغرابهم من هذا الأمر.